موسم ريال مدريد بدأ بطريقة ما كان يتخيلها أي مدريدي، ولكن انتهت بصدمات وخيبات أمل، بين تعاقد أحلام مع كيليان مبابي وتألق بيلينغهام الموسم الماضي، وبين خيبات الأمل بالكلاسيكو وخروج مؤلم من دوري أبطال أوروبا. ريال مدريد بهالموسم عاش كل المشاعر الموجودة بالعالم، انتصارات، انتقادات، إصابات، وخروج كارلو أنشيلوتي. بهذا الفيديو رح نرجع خطوة بخطوة لورا ونشوف كل التفاصيل الموسم، نحلل كل شيء صار بالموسم وكيف ضاع الموسم من مدريد، وهل حيكون الموسم الجاي أفضل بقدوم أبي ألونسو أو لا. ب 16 جولاي 2024 واخيرا تم تقديم كيليان مبابي في سانتياغو برنابيو. Me voy a hacer 1, 2, 3 y vamos a decir juntos a la Madrid como una gran familia. 1, 2, 3 a la Madrid. خلال الفترة الماضية وبعد فوز ريال مدريد بالتشامبيونز ليج امام دورتموند، مدريد كان يفتقد لحاجة جدا اساسية بالتشكيلة، واللي هو رأس الحرب الصريح بعد خروج كريم بنزيما. بعد خروج كريم بنزيما الاتحاد السعودي ضل الفريق بدون رأس حربة رسمي. اللاعبين الهجومين الوحيدين بالفريق هو فينيسيوس جونيور ورودريغو. الحل الوحيد كان لريال مدريد يدور على رأس حربة قوي وهداف، وصراحة بهداك الوقت ما كان في خيارات كثيرة غير هاري كين وكيليان مبابي. فبما انه مبابي كان عاشق جدا لريال مدريد، فاختار النادي يروح مع كيليان مبابي، واللي كان اصلا عقده بينتهي بنهايه صيف 2024. ننتقل الان الى اول مباراه رسميه للفريق بالموسم 2024-2025. وبما انه كان اول مباراه بالموسم، فما كنا متوقعين من ريال مدريد اداء كبير جدا. كل اللي كنا متوقعينه تطلع ريال مدريد بنهايه المباراه وهي حامل الكاس، وهذا اللي صار. فبالدقيقه 59 بعد مرور جميل جدا من فينيسيوس جونيور وبتمريره جميله جدا الى فالفيردي كان قدام المرمى، ما في قدامه اي حدا، لمسه خفيفه حط الكره بالجول. واتلانتا يحاولون بالاصرار، تمشي الكره بين الخبره والطموح، يتقدم الجالاكتيوس، جول 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 جول. وبعد 10 دقائق من تسجيل هدف فالفيردي، تمريره جميله جدا من جود بيلينغهام الى كيليان مبابي اللي سجل اول هدف له رسمي مع ريال مدريد في نهائي كاس السوبر الاوروبي. وهون انتهت المباراة 2-0 لصالح ريال مدريد وفوزه بكأس السوبر الأوروبي. انشالت إلى البرنابيو، رجعت وعادت الريال بطل أوروبا بسوبرها بعد رابطتها. ميرينجي ريال مدريد يوم بعد يوم يواصل النحت في الأمجاد. ريالكم هذا. بعد مباراة السوبر الأوروبي بالشهر كامل تقريبا تبدأ خيبات أمل ريال مدريد. أول مباراة لريال مدريد بالموسم في الدوري الإسباني تعادل للأسف أمام ريال مايوركا بهدف لهدف. مباراة كانت بالنسبة للمشجع المدريدي يمسك بشعره حرفيا، أنه تبدأ ببداية الموسم ضد فريق ريال مايوركا وأنت بكل هالأسماء الكبيرة ما تقدر غير سجل هدف واحد، أنت معك أقوى 3 مهاجمين تقريبا في العالم، فكان أمر لا يحتمل أبدا. كان دفاع ريال مدريد مهزوز جدا بهي المباراة، بحيث أنه مايوركا شاطوا على ريال مدريد تقريبا 12 شوطة، لولا ستر الله وكورتوا بالمرمى فكان مدريد على الأقل بلع 3 أهداف. من الطرف الأيسر عرضية ترسل، لكن محاولات في تصويبة، يا سلام، روعة كانت التسديدة، أو روعة جديد في فرصة في تصويبة في هدف أول يضيع بكرة جانبت القائم الأيسر في جول. فعلها رودريغو أمام الألماني، هنا جول وهنا جول. ضاعت في القائم البعيد، راسية، الله، هو ومن غيره موريكي معشوق جماهير مايوركا، أعاد الريال أمام مايوركا أمام مدريد. طبعا ريال مدريد ما قدر يكتفي هي المباراة وهذا التعثر الوحيد، فبعدها بالجولة الثالثة تعثر مرة ثانية بهدف مقابل هدف أمام لاس بالماس. هذه مولييرو الهدف الأول أمامنا هنا اللاعب الشاب، هدف أول بعد مرور 4 دقائق. لاس بالماس أمامنا هنا في بداية. إندريك مرة ثانية، فالفيردي
وتصدي رائع سيلسن، رائع سيلسن. الكرة اتعملت حلوة، كرة اتعملت مودريتش يطلعها له برا الحائط، يلف كرة على الحلول فردية مبابي وتصدي سادس ورأسيها فينيسيوس إلى خارج المرمى. مبابي التسديدات زادت والفرص والمحاولات رائع بهدف قادم فينيسيوس ولمسة يد المرة دي، لمسة يد أمامنا. الاستلام بتاع فاسكيز يتدرس وفينيسيوس الكرة ترتطم في إيد أليكس سواريز عشان في البارسا أو فالنسيا. فينيسيوس حطها وفينيسيوس يضع الهدف الأول للريال مدريد. الملكي يتعادل في اللقطة الماضية بصعوبة أمام. في مباراة لاس بالماس اللي خلصت النتيجة 1-1 ريال مدريد أدى أداء هجومي لا بأس به ونسبة استحواذ تصل إلى 56%، ولكن مدريد شاط 25 شوطة 8 منهم فقط على المرمى وما قدروا يسجلوا منها غير جول واحد، مع انه انت فات باسماء كبيره جدا. اجى الهدف عن طريق فينيسيوس جونيور. طبعا لهلا للجوله الثالثه بالدوري مبابي ما سجل اي هدف له في الدوري لحد هلا. مباراه ورا مباراه كانت تثبت انه دفاع ريال مدريد دفاع شوارع، فاتحين اوتستراد ب5 طرق، كل طريق بتمر فيها 5 شاحنات، يعني الدفاع حرفيا متبهدل. من اول 5 دقائق بمباراه لاس بالماس قدروا يجيبوا الهدف الاول، ولولا خط دفاعي بسيط من فريق لاس بالماس ما كان اجت ضربه الجزاء وما كان فينيسيوس جونيور جاب الهدف الاول او هدف التعادل كمان لريال مدريد، وكانت انتهت المباراه اصلا بخساره ريال مدريد 1-0. ننتقل الى تاريخ 1 سبتمبر 2024 وهون واخيرا مبابي سجل اول هدف له مع ريال مدريد، والهدف كان فوق الخيال. بسبب مين؟ بسبب تمريره الخرافيه من فيدريكو فالفيردي بالكعب اللي حط كيليان مبابي قدام المرمى، ومبابي بقدمه اليسار حطها بزاويه ضيقه للحارس، وهون كانت اول هدف لمبابي في لا ليغا. خذوا هات الله الله الله. اهلا بك في الليغا واهلا بك في البرنابيو. طبعا ما اكتفى مبابي هون، بنفس المباراه سجل هدف ثاني عن طريق ضربه جزاء. يتقدم يسجل ويسجل. ننتقل الى دوري ابطال اوروبا. اول مباراه لعبها في دوري ابطال اوروبا ريال مدريد كان ضد فريق شتوتغارت الالماني. انتهت المباراه بنتيجه 3-1 لريال مدريد، المباراه اللي عايشت كل جماهير ريال مدريد على اعصابها لمده 90 دقيقه. فبعد شوط اول اللي انتهى ب0-0 وبعدها يبتدي الشوط الثاني مباشره تمرير بانفراد من رودريجو وتمريره جميله جدا ومقشره تقريبا الى كيليان مبابي ليحط الكره بالجول وتصير نتيجه 1-0. رودريجو للجول الجول الله 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 الله. ولكن بمنتصف الشوط الثاني سجل دينيس اونداف لاعب شتوتغارت هدف التعادل لصالح النادي الالماني. كرة ما زالت حمراء عرضية جول الله. عادوا نعم وهون بلش جماهير ريال مدريد كله يضل على اعصابه، لانه هجوم ريال مدريد ما كان قادر يسجل اي هدف ثاني لريال مدريد، واخيرا لحد دقيقه 83 اجى الهدف الثاني من انطونيو روديجر. ترسل داخل منطقه الجزاء بالراس الله. عادوا نعم تقدموا نعم. وهون صارت النتيجه 2-1، فقرر انشيلوتي يسكر الدفاع ما عاد يخلي اي حدا يدخل على منطقه الجزاء. ولكن بعد كل تبديلات انشيلوتي سجل اندريك اول هدف له بدوري ابطال اوروبا بالدقيقه 95 لتصير النتيجه 3-1. مشروع للحسم اندريك الله 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 الله. انه الدخول السريع لتاريخ دوري. ولكن كل جماهير ريال مدريد ما كانت راضيانه عن اداء الفريق باول مباراه له بدوري ابطال اوروبا، خاصه هو حامل لقب موسم الماضي.